السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واحدة من اكتر المواضيع جدلا على الاطلاق هي بطارية التليفون. ازاي اشحنها، ازاي احافظ عليها، ازاي اخليها تفضل عايشة معايا لاطول مدة ممكنة، وكمان شوية معلومات مغلوطة ومعلومات ملهاش اي اساس من الصحة عن البطارية. كل ده نعرفه في حلقة النهاردة، ولو كملت الحلقة دي للاخر اضمن لك بنسبة 100% انك مش هتواجه اي مشكلة مع بطارية تليفونك تاني. عشان ما نتوهش من بعض هقسم الحلقه دي لثلاث اجزاء رئيسيه. اول جزء ازاي تحافظ على عمر بطاريتك، تاني جزء ازاي اصلا تشحن بطاريتك وايه هي افضل عادات وحاجات تعملها وانت بتشحن بطاريه تليفونك، واخيرا هنرد على شويه معتقدات واساطير كده ملهاش اي اساس من الصحه. بالمناسبه الحلقه هنا مش موجهه لفئه بعينها سواء ايفون او اندرويد، احنا دلوقتي بنتكلم بشكل عام، ولكن بتوع الايفون هيكونوا مهتمين طبعا اكتر بسبب الباتري هيلث اللي ابل حطها لهم. ولكن في العموم كل التليفونات اللي في الدنيا ليها باتري هيلث، ولكن الفرق ان ابل بتحب توترك وتحب توريها لك. اول حاجه خلينا نبدا بانك ازاي تحافظ على حاله وعمر بطاريتك لاطول فتره ممكنه. وهنا انا بقول لاطول فتره ممكنه لان البطاريه زيها زي اي حاجه في الموبايل وفي الدنيا عموما، والله ما هي الا قطعه استهلاكيه، كل ما تستهلكها اكتر حالتها بتقل اكتر مع الوقت ومع الاستخدام، وده شيء طبيعي. ولكن كل اللي احنا هنعمله ان احنا نحاول نخلي الفتره دي طويله بقدر الامكان. اول حاجه لازم تكون عارفها ان البطاريه بيتقاس عمرها بدورات الشحن من 0 ل 100%، كده دورة شحن كاملة. يعني مثلا وعلى حسب كلام ابل بطاريات تليفونها بتوصل ل 80% من كفاءتها بعد 500 دورة شحن، وده معناه وهدفنا الاساسي اننا نقلل دورات الشحن قدر الامكان. وعشان كده يفضل ما تسيبش تليفونك انه يوصل ل 0% بعد كده تشحنه لحد 100%، لان في الحالتين دول اللي هم 0% و100% البطاريه او خلايا البطاريه بيكون عليهم اكبر واقصى ضغط ممكن. طبعا انا مش عايز اخش في كلام علمي معقد والحلقه تتقلب مني لحصه كيمياء، فعايز ابسط الموضوع بقدر الامكان، بس في نفس الوقت عايزك تبقى عارف كل حاجه انت بتعملها ليه. المهم زي ما قلنا ان من 0% لحد 100% كده تعتبر دوره شحن كامله، وده اللي زي ما اتفقنا ان احنا عايزين نقلله. ده غير ان زي ما قلنا برضو 0% او 10% وال100% هنا بيكون اقصى ضغط على خلايا البطاريه. تاني حاجه ما تسيبش الموبايل في الشاحن بالليل وتنام. على الرغم ان الموضوع ده مش اكتر شيء مؤثر في الدنيا، ولكن لو اتكرر باستمرار طبيعي هيأثر على عمر البطارية. الفكرة هنا انك لما تكون سايب تليفونك مثلا قبل ما تنام ويكون تليفونك 80%، هتصحى تلاقيه غالبا نقص من 3 ل 6%، على حسب بقى انت فاتح الداتا، فاتح الواي فاي، جالك مسجات كتير وانت نايم خلت الشاشة كل شوية تشتغل وما الى ذلك. المهم ان كل ده شيء طبيعي. ولكن لما تبقى سايب الموبايل على الشاحن لمدة 8 ساعات مثلا، ده لو انت بتنام 8 ساعات يعني، فغالبا البطارية هتتملي على الاخر في اول ساعتين. وبعد كده وبما ان الموبايل شغال وبيستقبل بيانات والستاند باي بتاع الشريحة شغال، فده معناه ان التليفون هيستهلك من البطاريه. وبما ان التليفون متوصل على الشاحن فالشاحن هيرجع يشحن الجزء اللي البطاريه استهلكته، وهيفضل يا معلم الحال على كده لحد ما حضرتك ما تصحى بالسلامه. اظن من غير ما اشرح اعتقد انت كده فهمت قد ايه الموضوع ده بيأثر على البطاريه. ده غير كمان ان هو بيزود عدد دورات الشحن اللي احنا زي ما قلنا في الاول خالص هدفنا ان احنا نقلله. تالت حاجه ممكن نتكلم فيها هي ميزه جديده اتضافت على معظم الموبايلات سواء ايفون او اندرويد، وهي ميزه الاوبتمايزد تشارجنج او ايا كان اسمها ايه في تليفونك. فالميزه دي بتخلي تليفونك يشحن لحد نسبه معينه واللي غالبا بتكون 80%، وبكده تكون حليت مشكله ان كل مره تشحن فيها التليفون يوصل ل 100%، اللي زي ما قلنا من شويه ان ده بيضغط خلايا البطاريه لاقصى درجه ممكنه. عشان كده لما بتفعل الميزه دي وتخلي شحن التليفون يقف عند 80% بس، فانت نوعا ما بتريح البطاريه شويه. اخر حاجه هتكلم عنها في النقطه دي هي التحديثات او الابديتس. مهم جدا انك تحدث تليفونك باستمرار طالما النسخه اللي مش هتنزلها دي هي مش نسخه بيتا او نسخه تجريبيه. بمعنى ان ساعات بيكون في تحديثات عاديه من اي او اس 18 لاي او اس 18.1 مثلا، وانا هنا بتكلم على الايفون وما يوازي ده في اي تليفون تاني. المهم ان الابديت ده مهم جدا انك تعمله، ولكن الابديت اللي انت فعلا ما تعملوش هو الابديت اللي بيكون مكتوب جنبه بيتا او نسخه تجريبيه، لانها ما بتكونش النسخه النهائيه وبيكونوا لسه بيجربوا الابديت، والابديت ده ممكن يكون فيه مشكله تاثر على عمر بطاريتك. وبالمناسبه دي مش حاجه عارضه، بل بالعكس دي حاجه بتحصل كتير جدا ومعروفه. نسخه البيتا بتسبب مشاكل كتير جدا في التليفون وتحديدا في بطاريه التليفون. قبل ما نكمل، لو لحد دلوقتي استفدت باي شكل من الاشكال انزل اعمل لايك للحلقه، سبسكرايب للتشانل، لان 90% من اللي بيتفرجوا مش عاملين سبسكرايب اصلا. نتنقل دلوقتي لتاني نقطه واهم نقطه بالنسبه لي، وهي ازاي تشحن موبايلك صح وازاي تخلي الشحنه دي تفضل معاك لاطول فتره ممكنه. مبدئيا زي ما قلنا من 20% ل 80% دي افضل نسبه تشحن فيها تليفونك.
تاني حاجه اشحن تليفونك شحن جزئي، بمعنى انك لو لقيت تليفونك وصل ل 30% او 40% اشحنه بحيث يوصل لحد 70% بس وكفايه عليه كده، ويبقى اشحنه تاني لما يقل تاني ل 30% وهكذا، لان ده بيقلل نوعا ما عدد دورات الشحن. طبعا الكلام ده طول ما انت في البيت او طول ما انت في مكان متوفر فيه ان انت تشحن تليفونك باريحيه. فاحنا كده كل اللي بنعمله ان احنا بنشحن على قد اللي هنستهلكه بس. انا بحاول افهمك ان كده كده كل ما اشحن 100% هتتحسب دوره شحن، احاول اشحن ال 100% دي في اطول مده ممكنه. ولو في حد مش فاهم او عنده لبس في الموضوع، دوره الشحن مش معناها انك تشحن تليفونك من 0% ل 100% بس، لا طبعا. انت لو شحنت تليفونك من 40% ل 80% فانت كده يعتبر شحنت 40%، وبعد كده التليفون نزل لحد 20% مثلا وانت شحنته لحد 80%، فكده يبقوا ال 100% اكتملوا ودوره الشحن اكتملت. عشان بس ما حدش يكون فاهم ان دوره الشحن بتحسب لما اشحن من 0% ل 100% بس، كانش حد غلب. ولكن احنا كل اللي احنا عايزين نعمله بدل ما بنعمل دوره شحن كل يوم نخليها كل يوم ونص، ولو بتعمل دورتين شحن في اليوم لو استخدامك تقيل قوي يعني، فاحنا عايزين نخليها دوره ونص بس في اليوم وهكذا. تالت حاجه ودي بديهيه مش محتاجه اي نوع من انواع الذكاء، انك تشحن تليفونك بشاحن اصلي. لو انت بتشحن بشاحن من بتوع تحت السلم من ابو 50 جنيه و70 جنيه والكلام ده، بحب ابشرك انك بتقتل تليفونك بالبطيء. الشواحن لاي كلام دي بتبعت تيار غير مستقر لتليفونك وفولت مش ثابت باستمرار بتبعته لتليفونك، واللي غالبا هيرفع من درجه حراره البطاريه، والحراره هي العدو رقم واحد لاي بطاريه ليثيوم في العالم. في اسباب تانية كتير طبعا انك ما تشحنش بشاحن مش اصلي، ولكن مش هنتطرق ليها. ولكن معلش عشان خاطري استثمر حاجه بسيطه واشتري شاحن اصلي بدل ما بطاريه تليفونك او جزء من اجزاء الشحن لا قدر الله حاجه فيهم تبوظ. حاجه كمان برضو بديهيه وحاول بقدر الامكان انك ارجوك ما تعملهاش، وهي انك تلعب على تليفونك وهو بيشحن. وانا حددت الالعاب بشكل خاص لانها بتضغط التليفون لاقصى امكانياته وبتخليه يسخن، فسخونيه التليفون مع سخونيه البطاريه الطبيعيه اللي بتحصل مع الشحن بيضغطوا فعلا البطاريه بشكل كبير جدا وبيقللوا فعلا من عمرها الافتراضي. كمان حاول في الجو الحر قوي انك لما تيجي تشحن التليفون شيل الكفر من التليفون، لان الكفر بيكتم الحراره في قلب التليفون، وزي ما قلنا الحراره هي العدو رقم واحد لبطاريه تليفونك. لو هتشحن بباور بانك فنفس الكلام اللي قلناه على الشاحن هنقوله هنا. انا مش هقول براند بعينه لان في براندات كتير، ولكن هات من مكان مضمون يكون عليه ضمان ويكون براند معروف. ده غير طبعا ان برضو الوصله لازم تكون اصليه او على الاقل من براند معروف ونضيف. اخر حاجه هنقولها في النقطه دي وهي ان لو تليفونك بيشحن شحن سريع حاول تستخدم الشحن السريع ده وقت الحاجه بس. انا عارف ان دي حاجه رخمه وعارف ان موضوع الشحن السريع ده لذيذ جدا بالنسبه للناس اللي بتستخدمه، ولكن حاول قدر الامكان تقلل منه وهقول لك ليه. ممكن تستخدمه لو انت خلاص عندك مشوار ولازم تنزل من البيت حالا فماشي استخدم الشحن السريع، لكن طول ما انت في مكان متوفر فيه انك تشحن في اي وقت حاول تقفل الميزه دي، وغالبا هتلاقيها في اعدادات البطاريه. خش اقفلها واشحن شحن عادي 15 واط او 20 واط، لان الشحن السريع زي ما ليه مزايا ليه عيوب، ومن ضمنها انه بيضغط بشكل كبير على البطاريه وبيرفع من درجه حرارتها جدا، وده لما يحصل بشكل متكرر او يكون بيحصل في كل مره انت بتشحن فيها تليفونك صدقني مع الوقت هيأثر على عمر البطاريه. واخيرا حاول قدر الامكان ما تسيبش حاجه انت مش محتاجها او مش بتستخدمها شغاله في الموبايل، زي مثلا اللوكيشن اللي بيستهلك من البطاريه فوق ما انت ما تتخيل بكتير، او البلوتوث والواي فاي مثلا، لان دول طول ما هم شغالين بيفضلوا يبعتوا باشارات ويبحثوا عن شبكات، فهم تقريبا ما بيفصلوش نهائي. اخر حاجه هي التطبيقات اللي في الخلفيه، طالما التطبيقات دي انت مش بتنقل بينها بشكل حالي او مش بتعمل بيها حاجه حاليا اقفلها احسن، لان طول ما انت سايبها في الباك جراوند هي بتسحب من البطاريه وبتسحب من اداء التليفون وبتسحب من الرامات وبتسحب كمان من الداتا. اخر نقطه ممكن نتكلم عنها هي الاكاذيب او الاساطير المنتشره عن البطاريه، زي مثلا انك لازم تعمل دوره شحن كامله لتليفونك كل مده. اللي مش فاهم دوره الشحن دي يعني انت تفضي بطاريه تليفونك تماما بعد كده تشحنها لحد 100%. طبعا الكلام ده احيانا بيكون مفيد، بس فكره انه ضروري لا خلاص ما بقاش ضروري دلوقتي خالص. كمان اللي يقول لك انك لو سبت التليفون بعد ما يوصل ل 100% على الشاحن التليفون هينفجر، طبعا مفيش حاجه اسمها كده دلوقتي. من 3 4 5 سنين كمان التليفونات والشواحن بقوا اذكى من كده بكتير، وبعد ال 100% اصلا الشاحن بيوقف شحن من تلقاء نفسه. المشكله بس في موضوع انك تفضل سايب التليفون على الشاحن ده هي زي ما قلنا انك بتفضل حاطط جهد وضغط على البطاريه لمده طويله، ولكن موضوع انها تنفجر ده صعب شويه، ولو ان كل شيء قضاء وقدر طبعا زي ما انت عارف. الصوره كمان وهي ان الباور بانك بيبوظ بطاريه التليفون. طبعا الكلام ده ممكن يحصل في حاله انك جايب باور بانك مجهول المصدر، ومش بس ممكن يبوظ بطاريه تليفونك، لا ده هو ممكن نفسه يفرقع، وده بجد ومش حاله نادره. لو هتشتري باور بانك زي ما قلت لك حاول ما تسترخصش واشتري حاجه معروفه ومن مكان مضمون. واخر واهم حاجه ودي مخصوص لحبايبي بتوع الايفون، يا جماعه والله ما فيش حاجه اسمها بطاريه تليفوني كانت 90% وبعد ما عملت الابديت بقت 87%. كل اللي بيحصل
بيحصل ان ال 90% دي غالبا نسبه وهميه، ولكنك بعد ما عملت الابديت النسبه الحقيقيه ظهرت. ده غير ان الابديت لو مش بيتا او مش نسخه تجريبيه فهو بنسبه كبيره بيحسن من اداء البطاريه حتى لو مش لحظيا. فممكن اول ما تعمل الابديت يحصل شويه مشاكل، ولكن مع الوقت ده بينتهي والبطاريه بترجع تستقر تاني. ولكن فكره انك تقعد بالسنه وبالسنتين ما تعملش ابديت بحجه اصل نسبه البطاريه هتقل، فوالله دي اعبط واهطل حاجه انت ممكن تعملها لتليفونك بشكل عام. واخر حاجه عايز اقولها في موضوع البطاريه ده، والله يا جماعه انها قطعه استهلاكيه زيها زي اي حاجه موجوده قدامك دلوقتي. كل الغرض من الحلقه دي انك تحاول تحافظ عليها قدر الامكان، ولكن الموضوع ما يوصلش معاك انه يبقى وسواس وتفضل دايما شاغل بالك بيه وتخش تبص على الباتري هيلث، دي نزلت 1%، دي نزلت 2%. استمتع بالتليفون واستمتع باللعب عليه واستخدمه بشكل عادي ومعتدل، وربنا يكرمك ان شاء الله وتغيره بتليفون تاني احسن منه في اقرب وقت. وفي الاخير لو الحلقه عجبتك واستفدت منها ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وسلام.